في إطار زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا شهر مايو المقبل، تجري حاليا استعدادات وترتيبات مكثفة في موسكو من أجل إنجاح الزيارة، حيث أكدت الصحيفة الروسية الدايلي أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ستزور الجزائر في الأيام المقبلة. وعبر السفير الروسي في الجزائر فاليريان شوفايف عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين، والذي انعكس في الزيارات العديدة للمسؤولين الروس إلى الجزائر، وآخرها زيارة أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، والتي تؤكد أهمية زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا، كونها تحمل محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوعا للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يطمح البلدين لإرسائها وتعزيزها بشكل أوسع. ومقارنة مع الزيارات الماراثونية للمسؤولين الروس رفيعي المستوى إلى الجزائر، يرى مراقبون في العلاقات الدولية أن الزيارة المماثلة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا خلال شهر ماي قد قلت دلائلها، وأن آخر تنسيق لها كان زيارة رئيس الأركان سعيد شنقريحة إلى فرنسا منذ أكثر من شهر، لتتدهور بعدها العلاقات بين الجزائر وباريس على خلفية قضية تهريب أمير بوراوي